ناس كتير مع الغلا اللي موجود اليومين دول بقاله فترة كبيرة تشتكي من قلة الفلوس ومن قلة المادة والمتاعب. كلنا بنشتكي، مش انت كشخص لوحدك او انا لوحدي. مع الغلا اللي موجود في الوقت الحالي الموضوع كبر طبعا والحاجة ما بقتش لذيذة. بس هل احنا فكرنا ان احنا ممكن نخرج نفسنا من الموضوع ده ازاي؟ او فكرنا ان احنا نزود دخلنا ازاي او نعمل اي حاجة ان احنا نحسن دخلنا او نكبر او نعمل اي حاجة؟ احنا كلنا ماسكين حاجة في ايدينا، دي نعمة مش نقمة على فكرة، بس انت على حسب ما بتستعملها. اللي هي التليفون انت بتستخدمه ازاي؟ في ناس بتقول عليه نقمة وفي ناس بتقول نعمة. انا بستخدمه، او انت كواحد معاك تليفون او انت كست معاك تليفون، ممكن تكسبي من التليفون بتاعك اللي في ايديك ده، او ممكن تكسب من تليفونك اللي في ايديك ده. انت كده كده بتيجي من الشغل الساعة 5 ولا الساعة 6، تتغدى وتصلي، تمام، تنامش قبل الساعة 12 واحدة بالليل. انت ممكن تستغل الوقت ده في ان انت ممكن تكسب من التليفون بتاعك. وانت كست بيت بعد ما تخلصي شغل البيت بتاعك والرغي الساعتين في التليفون مع اختك ومع صاحبتك، ممكن تستغل التليفون بتاعك برضه، بدل ما بتقعدي تتفرجي على ام ساجده وام مكه وهوب التينا فولتر والحاجات اللي بشوف الستات كلها بيتفرجوا عليها. وانت يا اخويا ويا صاحبي او ايا كان، بدل ما انت بتتفرج على مزاجنجي والناس اللي بيخشوا المطاعم ياكلوا والكلام ده، احنا ممكن نستغل التليفون بتاعنا بحاجه لذيذه. بالذكاء الاصطناعي دلوقتي انت ممكن تعمل قناه على اليوتيوب او قناه على الفيسبوك او صفحه على الفيسبوك، والذكاء الاصطناعي هيساعدك ان انت تربح منها. الموضوع مش سهل، لا الموضوع صعب على فكره. مش بقول لك الدنيا وردي والدنيا حلوه، هو الموضوع سهل بس انت لو الموضوع صعب قصدي، بس انت لو ركزت فيه ربنا هيكرمك بعد فتره كده وهتدخل فلوس. بنشوف احنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وحاجات دي، بنشوف ناس عامله قنوات مسلسلات وحاجات كرتونيه واللي بيعمل قصص دينيه وقصص شعبيه واللي كل الكلام ده بيتعمل من طريق الذكاء الاصطناعي وبيجيب فلوس على فكره. اتعب شويه، بدل ما انت بتروح تستلف من ده ومن ده، وانت تروحي عند اختك تقول لها هاتي 200 هاتي 300 عشان نكمل بقيه الشهر، والحاجات اللي يعني مش مساعدانا دي وجايبانا ورا مش مقدمانا قدام. نحاول نشغل دماغنا في الحته دي. هنخش على شات جي بي تي، هتقول له انا عايز اعمل قناه على اليوتيوب واكسب منها فلوس، وعايز اعمل قناه واقعيه وافلام وقصص وحاجات زي كده. هيديك افكار، هيديك شغل، هيفتح معاك الدنيا. هتمشي على الخطوات ان انت تعمل مونتاج، ان انت تعمل حاجات في الفيديوهات اللي انت هتعملها. هتتعب مش هتتعب، بس معلش الاربع 5 ساعات اللي انت قاعدهم في البيت من بعد ما بترجع من شغلك، او انت يا ست البيت بعد ما بتخلصي شغلك، بدل ما بنستغل التليفون في فيديوهات ومش فايدانا في حاجه وبنخلص باقه النت على الفاضي، احنا ممكن نستفاد بالحته دي وندخل دخل تاني اضافي فوق مرتبك، او انت فوق مصروفك هتدخلي دخل تاني. يا عم انت لو دخلت لك 2000 جنيه ولا 3000 جنيه في الشهر هتبقى انت كسبان بدل اللي كنت بتستلفه من بره. مش هقول لك الفلوس دي هتيجي في يوم وليله على فكره، لا الموضوع هياخد منك وقت شويه. مفيش حاجه بتيجي بالساهل، محدش هيقول لك خد تعالى انا هديك 2000 3000 جنيه كل شهر. فنركز، نشغل دماغنا، نحاول ان احنا نتعب، نحاول ان احنا نخرج نفسنا من اللي احنا فيه، نحاول ان احنا نكبر، نحاول نعمل اي حكايه ان احنا نخرج نفسنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك وللانسان الا ما سعى، فانت اسعى وارمي حمولك على الله، واكيد بعد السعي ده ربنا مش هيضيع تعبك هباء. السلام عليكم.